الأكراد في سوريا تاريخ ونضال. إعداد هيفدار ملا وأيهم اليوسف. الأكراد في سوريا تاريخ ونضال. شارك الأكراد منذ بداية تأسيس الدولة السورية الحديثة في التصدي للاستعمار الفرنسي، ووقفوا مع باقي مكونات وأطياف الشعب السوري في ثوراته، وقدموا التضحيات الغالية في سبيل حصول سوريا على استقلالها الحديث. إلا أن الأكراد لم يذوقوا طعم تلك الحرية بتحقيق آمالهم وأحلامهم، حيث تعرضت إنجازاتهم الوطنية للسرقة من خلال طمس هويتهم وزج أحرارهم في غياهب السجون وإنكار حقوقهم الثقافية والقومية، مع حرمان عشرات الآلاف منهم من الجنسية ومنعهم التحدث بلغتهم الكردية وإطلاق الأسماء الكردية على أبنائهم، وعدم السماح لهم بالاحتفال بعيدهم القومي النيروز، كما تم تغيير أسماء قراهم ومدنهم ومنعهم من نشر الكتب والصحف الكردية والعربية التي لها مساس بهويتهم، لتبقى كلمة الأكراد أصدقاء الجبال ملازمة بهم، أو كما قال في وصفهم الشاعر الفلسطيني محمود درويش: ليس للكردي إلا الريح. يقطن الأكراد المناطق الشمالية الشرقية في سوريا، وتتوزع أماكن تواجدهم بشكل كبير بمحافظة الحسكة التي يشكلون غالبية سكانها، وفي مناطق كوباني وعفرين بحلب ومحافظات دمشق والرقة. وتقدر مصادر كردية أن عددهم يقدر بنحو 5 ملايين بنسبة 20% من الشعب السوري. قدم الأكراد التضحيات الجسام في سبيل استقلال سوريا الحديثة، وكان لهم دور كبير في تأسيس الدولة السورية الحديثة والتصدي للاستعمار الفرنسي آنذاك، مشكلين ملحمة نضال إلى جوار الشعب السوري بكافة أطيافه. وما أن استقرت الأحوال في سوريا بعد الاستقلال، حتى بدأت الأوساط الشوفينية منذ أوائل الخمسينيات تدعو المسؤولين للقيام بتطبيق سياسة التمييز القومي حيال الأكراد بهدف القضاء على تطلعاتهم القومية، وذلك عبر إجراءات استثنائية من شأنها العمل على هجرة الأكراد من مناطقهم في الجزيرة إلى المحافظات الأخرى بهدف تشتيتهم. يحتفظ الشعب الكردي من الناحية الدينية بالأصالة التي تعود إلى التزامهم بالإسلام وحفاظهم عليه، وأن معاناتهم من الفرس والعثمانيين وأخيرا من التقسيم الحاصل في المنطقة أدى إلى إعلاء شعورهم القومي تجاه قضيتهم في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20، كما هو الشعور السائد لدى كل العرب بسبب تشتيت وطنهم الأم.
شارك الأكراد في سوريا بكل الثورات السورية، ومن أهم ثوراتهم ثورة البرازيين في حماة وانتفاضات عامودة ضد الانتداب الفرنسي. للأكراد شخصيات بارزة على مر التاريخ الإسلامي مثل الفارابي وابن خلكان وابن كثير وعبد القادر الكيلاني وخالد النقشبندي والدينوري وابن تيمية وبديع الزمان الهمداني وأبو الفداء. ومن الشخصيات الأدبية والثقافية الذين أغنوا المكتبة العربية عباس محمود العقاد وأحمد ومحمد تيمور وأحمد شوقي ومحمد كرد علي وعائشة التيمورية وقاسم أمين وحسين مروان وبلند الحيدري وسليم بركات. كما كان لشخصيات كردية دور بارز وكبير في كتابة تاريخ سوريا، ومنهم وزير الحربية يوسف العظمة، ومحو أيبو شاشو أول سوري أطلق رصاصة في وجه المستعمر الفرنسي، وإبراهيم هنانو وأحمد البارافي أول سوري يرفع علم السوري فوق سرايا الدفاع الفرنسي، ومحمد سعيد آغا الدقوري قائد ثورة الشمال في عامودة، ومحمد علي العابد أول رئيس لسوريا، وحسني الزعيم رئيس الجمهورية، وأديب الششكلي رئيس الجمهورية، ومحسن البرازي رئيس الوزراء، وعبد الرحمن الأيوبي أيضا رئيس الوزراء، وسليمان الحلبي قاتل الجنرال الفرنسي كليبر في مصر، والمفكر التنويري عبد الرحمن الكواكب. لا يستطيع أحد أن ينكر أو يغيب النضال الوطني المشترك للكرد والعرب والمسيحيين معا في معارك الشرف، والتي قامت ضد الاحتلال الفرنسي في معظم مدن وقرى وروابي الجزيرة، حيث لم يتمكن الفرنسيون من بسط حكمهم المركزي على الجزيرة السورية. وعندما حاول الفرنسيين إنشاء مخفر في قرية بياندور، قام السيد حاج آغا بشن هجوم على القاعدة الفرنسية في بياندور، ومعهم عدد من الوطنيين الغيارين. قابلها انتقام فظيع من قبل الفرنسيين ضد الأهالي العزل، بالإضافة لواقعة كري تبي في منطقة الجوادية التي دحر فيها الكرد الفرنسيين، وأيضا ما عرف بطوشة عامودي. عام 1937 قام الفرنسيون على إثرها بقصف مدينة عامودة. وكان من أهم الشخصيات الكردية المجاهدة ضد الفرنسيين في منطقة الجزيرة ذات الغالبية الكردية محمد جميل باشا وحاج آغا وعيسى آغا رستم القطمة وعيسى عبد الكريم أحد مؤسسي الكتلة الوطنية، بالإضافة إلى فرحان آغا العيسى وزوجته من أوائل النساء اللواتي رفعن العلم السوري فوق بيتها. إعداد هيفدار ملا وأيهم اليوسف.